السلام عليكم. الفترة دي الطلاب اللي داخلين السنة النهائية في الدراسة عندنا في حاسبات أو في هندسة بدأوا يجهزوا لمشروع التخرج، وفي منهم بالفعل اللي بدأ يجمع التيمات بتاعته. ولكن في بعض الأمور اللي المفروض الواحد يكون عارفها قبل ما يدخل مشروع التخرج، هتساعده في إن هو ياخد خطوات كويسة في المشروع وإن هو فعلا ينفذ المشروع ده بشكل كويس. ففي الفيديو ده إن شاء الله حبيت إن أنا أوضح 4 نقاط رئيسيين. النقاط دول مهمين جدا إن احنا ناخد بالنا منهم في بداية الأمر وإحنا بنجهز لمشروع التخرج، بحيث نقدر نمشي بشكل منظم وشكل نقدر نطلع باقصى استفاده ممكن. زي زي ان احنا ازاي نجمع التيم وايه هي مقومات الناس اللي المفروض تكون في التيم. زي ان احنا ازاي نختار الفكره ونقدر نوصل لها اصلا. زي ان احنا ازاي نبدا نمشي في خطوات تنفيذ المشروع. واخيرا ازاي نكون جاهزين ان احنا ندخل مسابقات فعليه، مسابقات خاصه برياده الاعمال ومسابقات خاصه بمشاريع التخرج، ونقدر ان احنا نكسب فيها. طيب ده هيتم ازاي؟ ده هيتم ان شاء الله خلال انا هنقل لك التجربه بتاعتي اللي انا مريت بيها خلال مشروع التخرج بتاعي. فخليني اعرف نفسي ولكن من مشروع التخرج بتاعي. فانا سيف محمد، انا كنت التيم ليدر بتاع فريق موتوس. موتوس هو كان مشروع الهدف منه ان هو يساعد الناس اللي عندهم شلل ناتج عن اصابه في المنطقه العنقيه في الحبل الشوكي. الناس دي المفروض ان هم اتمنع الاشارات انها توصل من المخ للطرف وليكن الدراع بسبب الاصابه في الحبل الشوكي ده. فاحنا كان الحل بتاعنا ان احنا نبدا نقرا اشارات المخ المسؤوله عن حركه الطرف المصاب. بعد كده بنبعتها لسيستم بالذكاء الاصطناعي. السيستم ده بيبدا يفهم الاشاره ويترجمها لحركه. بعد كده بيبعت الحركه دي لدراع ملبوس على الدراع الشخص المريض. فلما الاشاره تيجي ان هو مثلا عاوز يحرك ايده بطريقه معينه، الاي اي يترجم الاشاره دي للحركه، فالدراع يتحرك، الدراع اللي هو الاكسسكيلتون فيحرك الدراع البشري. فده بيشتغل بقى كعلاج طبيعي، وبيشتغل ان هو يحركه فعليا. وكان ليه كلام كتير يعني مش عاوز اخوض فيه. طبعا الحمد لله احنا حققنا مراكز كتير. خدنا مركز اول في رالي. رالي تعتبر مسابقه من اكبر مسابقات رياده الاعمال في مصر. كسبنا في ايجيبت اي اي اند اي او تي، وخدنا تيكت ان احنا نسافر لدبي ونصفي في ارب اي او تي اند اي اي. خدنا مركز سابع في ديل تكنولوجي على مستوى الشرق الاوسط وتركيا وافريقيا وروسيا. وكنا من احسن شركتين ناشئتين اللي شاركوا في تيك تي اكسلريتور بروجرام، وان احنا اتيحت لنا الفرصه ان احنا نعرض قدام مجتمع رياده الاعمال المصري. فمن خلال التجربه دي انا حابب ان انا انقلها لك، انك بحيث تبقى عندك تصور كامل ازاي ممكن تقدر ان شاء الله انك تحقق حاجات احسن من اللي احنا حققناها، وتقدر توصل لفكره تكون مميزه وتكون فكره ذات قيمه يعني. فخلينا نبدا. خلينا اول حاجه نتكلم ان مشروع التخرج هو اخر مشروع انت هتعمله بشكل اختياري نوعا ما. يعني انت تقدر تبدع فيه وتقدر تظهر فيه روح الابداع اللي عندك والابتكار اللي عندك، عشان بعد كده لو انت دخلت سوق العمل فانت هتبقى مقيد بالمشاريع اللي انت بتمسكها او بالشركه اللي انت شغال فيها، بالمتطلبات اللي العميل عاوزها. فانت خلاص بقيت مقيد بمتطلبات معينه نوعا ما. فدي كانت نصيحه قالها لنا دكتور الله يبارك له يعني، فحبيت ان انا اقولها لكم. اول نقطه في النقاط اللي احنا هنتكلم فيها وهي ازاي تجمع التيم بتاعك وايه هي مقومات التيم بتاعك. فمقومات التيم هي حاجات بسيطه جدا. احنا بنشوف دلوقتي ان الناس بدات تجمع التيم بتاعها على اساس ايه؟ انا مثلا عاوز حد باك اند، فاروح ادور على حد باك اند بقى واقعد اتكلم معاه واشوف هو شاطر ولا لا، وده طبعا غلط. ان انا اشوف حد بتاع اي اي واتكلم معاه واشوف هو شاطر ولا لا. ان انا اشوف حد بتاع موبايل ابلكيشن وابدا اعمل تصور ان السيستم بتاعي يكون بيحتاج الحاجات دي كلها، وانا ادور على ناس متخصصه في الحاجات دي. وده طبعا خطأ كبير جدا وخطأ شائع بيقع فيه كل الناس اللي بتدخل في مشروع التخرج. طيب ايه المقومات اللي المفروض تكون عند الناس اللي انا هكون معاه في مشروع التخرج؟ اول حاجه، وانت بتجمع مشروع التخرج، وخليني بقى اعمل اسقاط على التيم بتاعي. واحنا بنجمع مشروع التخرج احنا كان عندنا هدف معين ان احنا هنشتغل على مشروع كبير ايا كان هو ايه، وهنشارك بيه في مسابقات، وهنبتكر فيه ونحاول ان احنا نوجد حلول لحاجه هي مش يعني نبتكر حاجه على حاجه موجوده قبل كده، بحيث ان احنا نطور او نفيد المجتمع بطريقه ما. فكان عندنا تصور معين. فكان التجميع التيم قايم على النقطه دي. والله انا عاوز حد عنده قابليه ان هو يشتغل على مشروع تقيل، مش مجرد مشروع تخرج ان انا اعمل اي مشروع واسلمه وخلاص يبقى انا اتخرجت. فكان في عنده رؤيه وعنده استعداد ان هو يبذل جهد في الحته دي. فخلاص هو فعلا قادر ان هو او قابل ان هو يشتغل على حاجه زي دي. فخلاص هو كده اول مقاوم تمام، اول ان هو خلاص نقدر نشتغل مع بعض في الحته دي. طيب تاني نقطه كانت ايه؟ تاني نقطه كانت ان هو يقدر يتعلم اي حاجه. طبعا احنا داخلين مشروع التخرج، والطبيعي ان الناس داخله مشروع التخرج ما هيش عارفه المشروع بتاعها هيبقى شغال ازاي، او هيبقى مبني على انهي تكنولوجي، او انهي حاجه، او انهي مثلا مجال معين بنحتاجه. فكل ده ما هوش معروف. فانت بتدخل مشروع
ممكن تشتغل باي حاجه انت ما كنتش عارفها قبل كده، ممكن تشتغل بحاجات جديده انت ما كنتش متوقع انك تشتغل بيها. ففكره ان انا اجمع مثلا حد بتاع موبايل ابلكيشن وحد بتاع اي اي وحد بتاع باك اند، واقول ان التيم بتاع الحاجات دي مش هتخلو منه، بالعكس احنا المشروع بتاعنا ما اشتغلناش فيه في حاجات كتيره كانت مشهوره وكنا متوقعين ان احنا نشتغل بيها في بدايه الامر. فعندك استعداد انك تتعلم، او عندك استعداد انك تطور من نفسك وتتعلم حاجه جديده حتى لو هي خارج مجالك، خلاص يبقى انت كده تقدر تشتغلوا مع بعض في التيم. فخلاص دول المقومين الرئيسيين. تالت حاجه ان هو يكون شخص سوي وشخص محترم، بحيث انك هتقعد سنه كامله بتتعاملوا مع بعض، وهتقعدوا سنه كامله في اوقات بيحصل زي احتكاك ناشف كده، ان هو انت شغال مع بعض، فالشغل بيحتاج اوقات انك تركز او تتعامل بجديه قوي. فالشخص ده لما يبقى فاهم وشخص على اخلاق كويسه وقادر يفهم الحاجات دي، مش هيحصل مشاكل، ومش هيحصل النفسيه مش هتبقى سيئه في الفتره بتاعه مشروع التخرج، لانها بتبقى فتره ضغطه، وتبقى فتره كبيره وفي تسليمات وفي ضغط وفي الحاجات دي كلها. فلو التيم بتاعك قدرت تجمع فيه الثلاث شخصيات دول، او الشخص اللي داخل عنده الثلاث مقومات دول، فانا اضمن لك بنسبه كبيره جدا انك هتقدر تحقق حاجه كبيره، وده اللي التيم بتاعنا اتجمع على اساسه. طيب خلاص، يبقى دي اول فكره، وهو ازاي تجمع التيم بتاعك. فخلاص احنا خلصنا من النقطه دي. نيجي لتاني نقطه بقى، وهي ازاي تحدد المشروع بتاعك او فكره المشروع بتاعك. ودي برضو من الاخطاء اللي بنقع فيها، هي ان احنا داخلين بالحل بتاعنا على طول. يعني والله مثلا احنا في سي اس لما كنا في حاسبات كان مجبرين ان احنا نشتغل ندخل الاي اي في المشروع بتاعنا. فمثلا يوم فكره مشروع ان احنا نعمل مشروع بالاي اي بيعمل 1 2 3 4، قايم على اي اساس، او احنا على اي اساس اخترنا الحل ده مفيش، ولكن هي فكره جت في دماغنا فاحنا هننفذها. فده طبعا ارتباطه بالنقطه الرابعه ده غلط تماما. عشان تحدد فكره المشروع وتكون فكره فعلا مميزه وفكره كويسه وفكره انك تقدر فعلا تكون تقدم بيها فاليو، محتاج تمشي على شويه ستيبس كده. اول نقطه هي تحدد المجال اللي انت عاوز تشتغل فيه المشروع بتاعك. احنا لما جينا نشتغل كان في تصورنا، او المجال اللي احنا عاوزين نشتغل فيه هو المجال الميديكال، اللي كان لغرض معين. فاحنا خلاص عارفين ان احنا داخلين هنشتغل في المجال الميديكال، عشان كده جمعنا التيم بتاعنا من سي اس ومن بايو انفورماتكس. مش عارف الوقت ينفع تعملوا كده ولا لا، ولكن التيم بتاعنا كان متجمع من القسمين دول، لان احنا كنا عاوزين نشتغل في حاجه في الميديكال. هي لسه مش محددين. طيب تاني نقطه، بعد ما حددت المجال اللي انت هتشتغل فيه من مجالات كتيره، هي انك تقدر تبدا تدور على المشاكل اللي موجوده في المجال ده. وطبعا المشاكل كتير، فهتبدا تخصص مجال جوه المجال. بمعنى خلينا نختار الشلل للتبسيط. فانت لما تبدا تدور في الشلل هتلاقي ان في شلل ناتج عن اصابات في الحبل الشوكي، وشلل ناتج عن سكتات دماغيه، وشلل ناتج عن مش عارف ايه. فتبدا انت تدرس الموضوع ده، الارقام والاحصائيات بتاعت كل نوع. فهتلاقي مثلا ان السكتات الدماغيه من 250 ل 500 الف شخص سنويا بيصابوا بالنوع ده من الشلل، وهو تاني اكبر شلل بعد السكتات الدماغيه. فتبدا تشوف الارقام والاحصائيات بتاعت كل نوع، وهل في فعلا سيجمنت او في فئه تقدر انت تغطيها وتشتري الحل بتاعك بعد ما توجده ولا لا، او في فعلا ناس محتاجه الحل بتاعك ولا لا. طيب انت خلاص لقيت ان في من 250، ولنفترض ان احنا خلاص قلنا ان الارقام قالت، او الاحصائيات اللي اتعملت قالت ان النوع ده فيه ليه سوق وليه ناس كتيره فعلا بتصاب بالنوع ده من المرض، فاحنا نقدر نوجد لهم حل. طيب هل بقى الموضوع هيقف لحد كده؟ خلاص انت مثلا حددت المشكله بتاعتك، هل هيقف لحد كده؟ لا. عشان تحدد الحل لازم تفهم المشكله. وهتفهم المشكله ازاي؟ لما تبدا تتعامل مع السيجمنت اللي انت مستهدفه. في الشلل مثلا انت مستهدف كذا نوع، مستهدف الاطباء العلاج الطبيعي اللي بيتعاملوا مع النوع ده من الشلل، مستهدف الناس اصلا اللي عندها الاصابات بتاعه الشلل، ممكن تكون مستهدف كمان دكاتره في انواع اخرى زي زي الاصابات زي دكاتره الاعصاب مثلا. فتبدا تتكلم مع الدكتور العلاج الطبيعي، والله انت بتتعامل مع النوع ده من الشلل ازاي؟ ايه العلاج اللي انت بتقدمه له؟ طب ايه القصور في العلاج ده؟ طب ايه السلبيات بتاعته؟ وتروح تتكلم مع مثلا المريض، انت ايه اللي انت محتاجه؟ ايه اللي انت حاسس ان هو مش متوفر ليك؟ ايه اللي انت بتعاني منه خلال فتره التعب بتاعتك ده؟ فلما انت تحدد كل النقاط دي وتبقى عارف المعاناه اللي بيعانيها الشخص المصاب بالشلل، او المعاناه اللي بيعانيها الدكتور، والبروسيس بتاعه العلاج بتتم ازاي، هيبقى عندك تصور على القصور اللي بيتم في المشروع، او القصور اللي موجود في الحلول. فدي نقطه. بعدين تروح تشوف الحلول اللي موجوده، ايه الحلول اللي موجوده اللي بتعالج النوع ده من الشلل.
فتلاقي مثلا ان في حلول فيها قصور مثلا في حاجه معينه، فتدرس المنافسين بتوعك وايه المزايا والعيوب اللي عندهم. بعد كل الحاجات دي كلها هتبدا بقى في مرحله ايه؟ مرحله ايجاد الحل. ايجاد الحل قايم على آه، ركائز او اثباتات انت وصلت لها وقصور انت قدرت توصل لها بالارقام والدليل. فخلاص انت فعلا الحل بتاعك ده لو اتنفذ هيفيد، او المشكله دي لو اتحلت هتفيد فعلا السيجمنت دي. ندخل بقى لمرحله انك تبدا تطلع الحل بتاعك. خلاص من المشاكل دي انت بدا يبقى عندك تصور للحل بتاعك. خلينا نعمل اسقاط مثلا على المشروع بتاعنا. احنا بقى عندنا تصور ان الشخص اللي بيصاب مفيش حاجه تنقل اشارات المخ بتاعته من دماغه للطرف. فده بيعمل ايه؟ بيعمل ضمور في العضلات، بيعمل بعد كده ضعف في الاشارات بتاعه مخه بسبب انها مش شغاله. فاحنا محتاجين بقى طريقه معينه نوصل الحاجات دي ببعضها وننشط المسار العصبي ما بينهم. ده كان التفكير، احنا محتاجين نعمل حاجه زي كده. دورنا بقى في الريسيرش في البيبرز الموجوده والابحاث اللي اتعملت، لقينا ان احنا نقدر ناخد اشارات المخ دي ونحولها لحركه. ومن هنا بدات التنفيذ الحل. هنا ندخل على الخطوه رقم 3 وهي خطوات تنفيذ بقى المشروع. بعد ما انت حددت كل الحاجات دي محتاج بقى انك تبدا ترسم الحل بتاعك بشكل منظم. وهنا ندخل على مرحله السيستم اناليسيز والسيستم ديزاين. كل اللي انا بقوله ده بيتم في الترم الاول، يعني كل اللي انا قلته ده واللي هقوله لسه لحد ما اقول لكم هتدخلوا الترم الثاني امتى، ده بيتم في الترم الاول نوعا ما. خلاص هبدا اعمل بقى اناليسيز للسيستم بتاعي. انا خلاص بقيت عارف السيستم بتاعي ايه الانبوت اللي داخل له وايه الاوتبوت اللي خارج له، ايه الحل بتاعي بشكل نوعا ما ك مثلا اركتكتشر للحل بتاعي المفروض انا هعمل ايه. بدات خلاص بقى اعرف التكنولوجيا اللي استخدمها والفلو بتاع المشروع بتاعي ماشي ازاي، وخلاص وجدت الحل بتاعي. هبدا بقى ادور في كل نقطه من دي وادور بقى في الحل بشكل متعمق اكتر. بعد ما اوصل النقطه دي هبدا بقى اعمل سيستم، يعني الحته بتاعت بقى السيستم اناليسيس وتفهمه، والسيستم ديزاين انك تعمل الديزاين الكامل بتاع السيستم بتاعك عشان تبقى عندك تصور كل نقطه هتبقى متنفذه ازاي في المشروع. لحد هنا انت بتتكلم في الترم الاول. خلال بقى الترم الاول وانت بتحدد بقى المشكله والحل بتاعك والاحصائيات والفلو بتاع المشروع بتاعك هيبقى ماشي ازاي، انت بتعلم والله مثلا خلاص انت بقيت عارف ان السيستم بتاعك محتاج اي علشان يفهم اشارات المخ، ومحتاج هاردوير عشان يتعامل مع الدراع، ومحتاج مثلا طريقه ما لربط الحاجات دي ببعضها فتبدا توجد الطريقه دي، ومحتاج مثلا خلاص بقى انت بتبدا تصور والله هعمل موبايل ابلكيشن، الموبايل ده هيقدم لي الخدمه الفلانيه، وهعمل ديسك توب ابلكيشن هيقدم لي الخدمه الفلانيه، وهعمل ويب سايت بيقدم لي الخدمه الفلانيه في المشروع وفي فايده المشروع. فتبدا تتعلم. وهنا هنبدا نربط الكلام ده بالنقطه رقم 1. انت خلاص انت داخل المشروع وانت مش عارف انت هتشتغل على ايه، بس بعد ما عرفت الحل بتاعك هتبدا تتعلم ايا كانت الحاجه اللي انت تتعلمها. فوالله انا خلاص احنا قعدنا مع بعض وخلاص والله احنا عاوزين حد يتعلم اي مثلا. مين عنده استعداد ان هو يشتغل في جزء الاي اي؟ خلاص انا هشتغل في جزء الاي اي. خلاص هتبدا تكلم حد هو فاهم في الحته دي وتقول له انا عاوز اعمل كذا وكذا، ايه المفروض اتعلمه علشان اقدر انفذ المشروع. حد يتعلم باك اند، حد يتعلم موبايل ابلكيشن. فخلاص كله جاهز ان هو يتعلم وكله جاهز ان هو يؤدي للمشروع. فهنا دي هتلاقي النقطه الاولانيه بتاعه تجميع التيم هتفيدك بقى في الحته بتاعه تنفيذ المشروع. طيب خلاص انت بقيت فاهم السيستم بتاعك كله وظبطت امورك كلها وبدات فعلا الامبلمنتيشن بتاع المشروع بتاعك. الامبلمنتيشن بيتم يعني اما في الترم الاول، في جزء بيتم في الترم الاول وجزء مثلا بيتم في الترم الثاني، او كله بيتم في الترم الثاني على حسب صعوبه الاناليسيس بتاع السيستم بتاعك وايجاد الحل بتاعك. وفي حاجات بتتم بالتوازي. يعني مثلا احنا كنا شغالين وعارفين ان احنا محتاجين الاي اي هيتعامل مع اشارات المخ، فخلاص احنا دي حاجه مسلمه، فاحنا بدانا ندور بقى على داتا سيت موجوده، او بندور ان احنا ازاي هنجمع احنا الداتا سيت بنفسنا وازاي هنتعامل معاها. فدي حاجه معروفه مش هتاثر على الفلو بتاع المشروع ككل. فخلاص ديت هنشتغل فيها على التوازي مع الحاجات التانية. فاي حاجه ينفع ان احنا نشتغل بيها على التوازي تشتغل فيها من الترم الاول عادي مع التعلم وانت بتتعلم في الترم الاول. طيب في الترم الثاني خلاص انت شغال امبلمنتيشن عادي وبتنفذ المشروع بتاعك وبتربط بقى السيستم كله ببعضه وكل الحاجات دي كلها. كده يتبقى ايه؟ كده يتبقى النقطة رقم 4 وهي المسابقات. ازاي بقى تشارك في المسابقات وازاي تكسب ان شاء الله في المسابقات دي. خلينا نركز ان المسابقات بتركز على الجانب البيزنس بشكل كبير. بمعنى ايه؟ بمعنى انك لازم وانت داخل المسابقة لازم تكون جاهز بشكل بيزنس، انك داخل ودارس البيزنس بتاع المشروع بتاعك، دارس المشكله زي ما قلنا في البدايه، دارس المشكله وعارف ابعادها، عامل ماركت ريسيرش وعارف الارقام والاحصائيات بتاعه المشكله، وعارف السيجمنت اللي انت بتارجتها قد ايه، وعارف النيد للمشكله دي هي قد ايه.
دارس القصور في الحلول الموجوده وعارف الحل بتاعك. يعني انت بتقول لهم الحل بتاعك عامل ازاي، وبقيت فاهم كل الامور دي كلها، عارف الجوانب الماليه ازاي هتكسب من الفكره دي لو انت نفذتها كشركه ناشئه، ازاي المصروفات والايرادات بتاعتك هتبقى عامل ازاي، البيزنس موديل بشكل عام. وده ممكن اقوله لكم سريعا في كمان شويه. طيب، فالمسابقه بتبقى محتاجه جانب تكنيكال وجانب بيزنس. جانب تكنيكال انك يبقى عندك على الاقل، او يعني ممكن يبقى لو موجود يبقى ده كويس، بروتوتايب بتشرح له فيه او بتوري له فيه ان الفكره والله اهي انا اقدر انفذ. لو انت مولتني هقدر اخد البروتوتايب ده احوله الام في بي او احوله البرودكشن قابل للاستخدام. فلو انت دخلت له بروتوتايب، احنا مثلا كنا داخلين له ببروتوتايب عاملين سيميوليشن لاشارات المخ، وعاملين الدراع ان هو يقدر يتحرك من الاشارات اللي هتجيله، فخلاص ده بروتوتايب. لو انا شغلت قدامه يبقى انا شغلت له السيستم بتاعه لانه مربط كله، فخلاص كده انا اثبتت له الفكره بتاعي. هات بقى فلوس وانا هنفذ لك الحاجات دي بالامكانيات العاليه بقى. هجيب لك بقى الخوذه اللي ب 100,000 مثلا، ولا هجيب لك مش عارف ايه اللي بكذا، فخلاص هنصرف بقى على المشروع وانفذه لك. فجانب المسابقات بيبقى محتاج انك يبقى عندك عائد مجتمعي، انك بتفيد المجتمع، وعائد مادي انك بتكسب، وده طبيعي انك لازم شركه فانا هدفع فيك فلوس فانا عاوز الفلوس دي وعاوز زياده عليها. وعائد وانك بتستخدم تكنولوجي وانك مستدام، بتستخدم تكنولوجي بقى حديثه زي الاي اي والاي او تي والحاجات اللي شبهها، ومستدام انك تقدر تستمر في الموضوع وتقدر تكبر ويبقى حاجه فيها استدامه يعني. وهنا ممكن اقول لكم على نقطه تركاه وانت برضو بتحدد المشكله، هو انك تدور على اهداف التنميه المستدامه. اهداف التنميه المستدامه هو انك بتحدد في مشاكل معينه مثلا العالم كله بيتجه ليها، ان هو انا عاوز يبقى عندي اكتفاء مثلا من الغذاء، فانا عاوز طريقه معينه توفر بها الغذاء للناس. عاوز يبقى عندي توفير في المياه، عاوز يبقى عندي في الصناعه، في الطب، حاجات مستدامه، حاجات تساعد الكوكب ان هو يستمر ويستدام ويبقى احسن يعني. فده لو انت بحثت عن اهداف التنميه المستدامه وبدات تشوف المشاكل الموجوده فيها، ممكن تاخد مشكله وتحاول تشتغل عليها عشان توجد الحل بتاعك. طيب، نرجع تاني. في جانب المسابقات بقى قلنا ان الاول الجانب البيزنس، انت بتبقى عندك عائد مجتمعي وعائد مادي بقى. فلو انا قلت لك البيزنس موديل بشكل سريع بيبقى عامل ايه؟ اول حاجه هي الفاليو بروبوزيشن، او الفاليو اللي انت بتقدمها مختلفه عن اللي المنافسين بتوعك بيقدموها. السيجمنت اللي انت هتستهدفهم، الفئه المستهدفه بتاعتك هم مين، اللي تشانل، الطريقه بتاعه التوصيل. يعني انت عندك فاليو وعندك سيجمنت، هتوصل ما بينهم عن طريق ايه؟ عن طريق موبايل ابلكيشن، ولا عن طريق ويب سايت، ولا عن طريق حاجات اوفلاين، ولا ايا كان هو ايه. الكاستمر ريليشن شيب، ازاي هتحافظ على العميل بتاعك بعد ما تديله الخدمه بتاعتك. الاكتيفيتيز اللي انت هتعملها في خلال المشروع، انت هتشتغل هتعمل ايه علشان تقدر تطلع المشروع ده. الريسورسز، انت محتاج ايه علشان تنفذ المشروع ده. البارتنر اللي انت محتاجه، انت محتاج شريك ايه معاك بحيث ان هو يساعدك في تنفيذ المشروع. بعد كده التكلفه اللي انت هتصرفها على المشروع، يعني انت مثلا محتاج مصروفات للهاردوير، ومحتاج مصروفات مثلا لايجار سيرفرات معينه، ومحتاج ان انا اشتري كذا واحتاج اشتري كذا، فالكوست بتاعك كله عامل ازاي. وثالث نقطه او مش عارف ده هي يجي تاسع نقطه دلوقتي، هي الريفينيو بتاعك، وده العائد بتاعك. هتكسب ازاي؟ انت هتجيب لي فلوس ازاي؟ هتبيع الخدمه بتاعتك، هتأجر لي الخدمه بتاعتك، هتكسب عن طريق اشتراكات، ايا كان بقى الطريقه. فالريفينيو بتاعك هيبقى عامل ازاي؟ ده البيزنس موديل. فلو انت جهزت البيزنس موديل ده بشكل كويس، وبقى عندك يونيك فاليو انت بتقدمها، وعندك عائد كويس بتقدمه، والحاجات اللي ما بينهم دي انت موضحها، فانت خلاص البيزنس بتاعك قوي، يقدر يوضح لك ابعاد الفكره بتاعتك والحل بتاعك كله. طيب، كده يتبقى في جانب المسابقات جانب البيتش ديك. هو ايه البيتش ديك ده بقى؟ هو انك ازاي بقى تقدر تعرض الفكره بتاعتك في 3 دقائق او 5 دقائق. ويعني هو انت فعليا في 3 دقائق محتاج، شوف بقى انت محتاج تعمل ايه. اول حاجه محتاج تبدا انترو بالسريعه، بعد كده تبدا تتكلم على المشكله اللي انت اخترتها، بعد كده تتكلم على الماركت ريسيرش بتاعك، الاحصائيات والارقام اللي تعزز من ان المشكله دي فعلا مشكله حقيقيه ومحتاجه ان احنا نوجد لها حل. بعد كده تبدا تدخل في الجانب بتاع الحل بتاعك، بناء على المشاكل اللي انا شفتها دي الحل بتاعي كان كذا وكذا وكذا، هيحل لي المشاكل دي. بعد كده تدخل تتكلم على المنافسين بتوعك، المنافسين بتوعي كانوا بيعملوا كذا وكذا، وانا بعمل كذا وكذا وبضيف عليهم بعمل كذا، فده احسن ليا منهم في حاجه معينه.
بعد كده تتكلم على جانب البيزنس بتاعك بقى. انا والله البيزنس موديل بتاعي هو كذا، والسيجمنت بتاعتي هي كذا، والفاليو بروبوزيشن بتاعتي هي كذا، وانا هكسب عن طريق ان انا هعمل هكسب عن طريق كذا. فتبدا توضح له. والاسك بتاعك، انا مثلا محتاج مليون جنيه علشان انفذ المشروع، والمليون جنيه ده بعد كام سنه هوصل لهم وهيبقى عندي ربح اعلى. يعني البريك ايفن بوينت بتاعتك، انت نقطه التعادل، المصروفات بتساوي الايرادات بتاعتك. كمان بتشرح له التيم، ونقطه التيم دي مهمه، ازاي التيم بتاعك مهيكل والتيم بتاعك متنوع في الخبرات ازاي. آه، تقريبا يعني دي الحاجات الرئيسيه اللي انت بتحتاجها في البيتش ديك. وبتنهي بقى البيتش ديك على كده في 3 دقائق. وهو خلال ال3 دقائق دول لازم يكون واصل له كل الابعاد دي كلها. بعد كده بيبقى فيه تقريبا 3 دقائق تانيين، بيبدا بقى يسالك فيهم على الحاجات اللي هو حاسس ان هو في قصور في فهمها. كده يبقى انت دخلت في جانب المسابقات. ولو قدرت تجهز الحاجات دي يبقى انت قادر انك تدخل المسابقات بقلب قوي مع البروتوتايب. يبقى البروتوتايب هو الجانب الثالث. كده يبقى مشروع التخرج بشكل عام انت داخل بشكل مهندم وبشكل منظم وبشكل على درايه بالكامل الامور اللي انت هتبقى محتاجها نوعا ما يعني. فالى هنا يعني اكون النقاط اللي انا كنت عاوز اتكلم فيها خلصت. انا عارف ان ممكن يبقى فيه اسئله كتيره وفي نقاط كتيره، علشان كده هسيب لكم اللينك التشانل بتاعه التليجرام، وهتلاقي مربوط بيها جروب على التليجرام، بحيث لو حد عنده سؤال او حد عنده استفسار من نقطه معينه، لو حد مثلا مشروع بتاعه فيه اي وعاوز يسالني مثلا ازاي يتعلمه، او ازاي ينفذ حاجه معينه او استشاره معينه انا اقدر افيده فيها، فان شاء الله مش هتاخر. ف يعني ادخلوا على الشانل دي بحيث تبقوا برضو ايه، لو في اي فيديو جديد نزل تبقوا عارفين. وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.